أهلا بكم مجددا مستمعينا، وأهلا بضيفتنا الشاعرة اللبنانية مريم مشتاوي، ابنة ضيعة كفتون الشمالية التي تفتحت براعم الشعر عندها بين جدران مدرستها الأولى المعهد الأنطوني في بعبدة. ونرحب أيضا يا سمر بعازف العود كريم سمارة الذي سنستمتع ونستمع إلى رنين عوده مع كل وقفة شعرية معك يا مريم. نعم مريم مشتاوي، انتقلت إلى لندن وأخذتك الحياة وبدأت العمل والأسرة، هذا كله أخذك من الشعر ولو لبضع ربما سنوات، لكن إحساس الأم التي فقدت ملاكها الصغير أعادك إليه. بداية أخبرينا عن أنتوني. أنتوني كان كل شيء بحياتي مثل كل أم. يعني من قبل ما يولد أنتوني كانت أحس إنه عم صلي إنه يجي على الدنيا. بعمر 3 سنوات وكنت كتير فخورة فيه، يعني كان عندي اعتزاز فيه ما طبيعي، كنت حب فرجي لكل العالم إنه هيدا ابني اللي أنا بحبه كتير. حتى كنت أحصل مرات على تأنيب من ماما تقول لي ما تقولي هيك، كل الأولاد مثل بعضهم، إلا بحبهم كلهم، بس في شيء بيوصلني فيه خارق ما بعرف فسره. هل كان أكبر أطفالك؟ كان الوسط. مهم بعمر كان عمره 3 سنين ونزلنا على بيروت. كان في عندي عرس لصديقة لإلي، ومن حسن الحظ إنه صديقتي المقربة جدا 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 هي طبيبة لمعالجة سرطان الأطفال، اسمها الدكتورة سمر مؤقد. بلش أنتوني يحس فجأة، ما كان في، يعني إحنا نازلين من مطار هيثرو كان عم يركض كل الطريق، ما كان في أي مشكلة. لما وصلنا على بيروت فجأة صار عم يحس أنتوني بأوجاع كتير كتير غريبة. جربت كأمه يعني اتصل بالطبيب احكي معه، وكانت سابق سمر بمؤتمر برات لبنان، فكانت عم تساعدني على التليفون شو لازم اعمل. نزلي اخذته عند كذا حكيم ما كانوا يعرفوا شو القصه، لدرجه لوصل لمرحله انتوني صار يصرخ ماما انا عم موت، استعمل هاي الكلمه بعدني بتذكرها. فاخذته دغري مثل المجنونه ونزلت فيه على مستشفى الجامعه الامريكيه، واكتشفت سمر مؤقد انه أنتوني عنده مرض نوع من السرطان اسمه نيوروبلاستوما. بظرف يومين كنت عارفة انه نيوروبلاستوما، انه ستيج 4، انه كنت عاملة قراءات ما نمت بالليل، كنت عارفة انه فرصة الشفاء منه كتير قليلة. هيدا إذا في فرصة شفاء بيقولوا 60%، بس حسب خبرتي وحسب التجربة اللي عشتها يعني كتير نسبة شفاء قليلة. وسمر ما طلعت خبرتني النتيجة. أرسلت لإلي طبيبة صديقتها على الغرفة. بتذكر كنت قاعدة حد أنتوني وأنا كنت عم بستعد لنطلع من المستشفى، فقالت لي بوقتها خبرتني إنه أنتوني عنده كانسر، وأنا ما استوعبت، عن جد ما استوعبت، يعني ما قدرت افهم شو عم تقلي. تخيلي استاذة لغة عربية ما بقى تفهم اللغة العربية، يعني تخيلي توصلي لمرحلة خلص ما عدت تفهمي، ما خلص صرت إنسان فقدت كل صلة بالفهم، يعني. كل شيء ما عدت قادرة أفهم شيء أبدا. وصرخت وصار يقول لي مامي don't cry it is okay. هاي الكلمة it's okay خلتني جن، مسحت دموعي وغمرته وقلت له it's going to be okay، خلص حيكون كل شيء منيح. وتركنا مدينة بيروت وتوجهنا لمدينة لندن. كان بانتظارنا فريق من جريت أورموند ستريت، ودخلنا المستشفى لمدة 1.5 سنة. وأنا عارفة، يعني أنا كنت لما أنتوني يقول آية على شيء كنت أعرف شو حيقول لي الحكيم، لأنه صرت أعمل ريسيرش لدرجة
إنه تستغربي، يعني أعمل ريسيرش لدرجة صرت أتوقع شو بده يصير قبل ما تصير الأشياء، يعني أتوقع شو معقول يصير. وصرت عايشة مثل حدا مهووس على كل شيء معي. كان معي تليفوني على الإنترنت، عم بقرأ medical articles، وعم بتصل بأصدقائي الأطباء حول العالم، وعم جرب حارب. كان بدي يعيش. أنت يا مريم دخلتي في مرحلة أخرى كأم، يعني هزة كبيرة طبعا في حياتك، وهذه الهزة يا مريم حولتك حتى إلى شاعرة أيضا. يعني أنا لا أريد أن أقطع على المستمعين القصة الإنسانية هذه، ولكن أعرف أيضا أنك كشاعرة ولدت من رحم هذا الألم يعني. وهنالك ربما الأسئلة التي أطفالك الآخرين، يعني لديك طفلين آخرين سألوك، وهنالك شيء خاطر ربما تقرأينها؟ طبعا هناك كنت في بعد موت أنتوني، يعني كنت أنا وماريا دايما نعمل رحلات بالقطار، ما يكون في وجهة لنا معينة، بس ما حأحرق النص، حقرأ. تفضل. رحلة قطار في عيد الميلاد. بعد موت أنتوني في مثل هذه الأيام من عام 2013 بدت أمضي وقتا طويلا مع ابنتي ماريا، نرحل معا عن عيون الحقائق، نجلس في القطار ساعات طويلة لا وجهة معينة لنا. ألقي برأسي على كتفها الصغير وترمي بثقلها علي، ونعانق بعضنا وقد نتبادل كلمات قليلة. في رحلتنا الأخيرة خرجت ماريا من صومعة الصمت وقالت: أمي، ما كان اسمها تلك الصغيرة التي كانت مع أنتوني في المستشفى؟ كنت تحبينها كثيرا. أجبتها: كان اسمها دايزي. سكتت قليلا وكأنها تتصارع مع سؤال يجول في خاطرها، وعادت لتسألني ماذا حل بها. فأجبتها مبتسمة: الحمد لله، شفيت. أدارت وجهها عني وأكملت حديثها قائلة: ألم يكن عندها كانر؟ طبعا أرادت أن تقول كانسر أو سرطان، ولكن عمرها الصغير لم يحفظ كلمة بكل هذه القسوة. ضممتها إلى صدري وهمست بأذنها بصوت خافت جدا: نعم، كلمة واحدة استرجعت فيها عذاب 2 في مستشفى سرطان الأطفال، استرجعت فيها ولادة أنتوني، ساعة المخاض، بكاءه الأول، عينيه الكبيرتين، رائحة جسده، اعتزازي به، حواراتنا، رحيله، جسده المثلج، رحلتنا الأخيرة معا إلى مثواه الأخير، دفعي للناس في المأتم، خلع الحذاء وهرولتي حافية خلف القبر، وكأني أردت إيقاف الزمن، صفعي للرجل الذي كان يحاول إبعادي عن القبر، وتمسكي بابني وصرختي الأخيرة. استعدت كل هذه الأحداث بكلمة واحدة. كبرت عينا ماريا عندما سمعت أن حبيبتي دايزي شفيت، وتغيرت ملامح وجهها وكاد يغمى عليها، وقالت: أحب دايزي يا أمي، ولكن أين العدل؟ جميل جدا يعني وصعب، ويلخص ربما الحالة النفسية التي لست أنت وحدك ربما، ولكن حتى العائلة كانت تعيشها في ذلك الوقت يعني. ولكن الرائع مريم أنك تمكنت من تحويل مأساة فقدك لأنتوني وكل المشاعر الحزينة إلى طاقة إيجابية مهمة كما يعني سنتحدث. لكن بعض الناس
بعض الناس لا يتمكنون من ذلك ويرضخون للحزن إلى درجة أن هناك ما يعرف بمتلازمة القلب المفطور broken heart syndrome. هل سمعت بها مريم؟ مررت بها في الأول. مررت بها. نعم. هناك من يقتلهم الألم عفوا، لكن يبدو أن الألم أحياك أنت وتعاملت معه بشكل مختلف. حدثينا عن الذي أحدثه فيك، عن كل الأعمال التي جاءت معه. لما توفى أنتوني أول مرحلة فيك تسميها كانت مرحلة ألم شديد لدرجة الإحباط. يعني صرت نام شوفه يجي لعندي بالحلم كأنه موجود، قوم عم صرخ، كون قاعدة اسمع صوته طالع على الدرج، اركض على الدرج ما لاقي حدا. صرت روح امشي بالمحلات اللي كنا نمشي فيها اطلع والبركي برجع بلمحه. بعدين وصلت لمرحلة انه نام لانه ما بقى بدي اتذكر شيء، ما بقى بدي اعرف شيء، بدي وقف الدنيا. لحتى ما هونيك نهار صرت افكر انه انا هيك عم موت وما هيدا الشيء الصح. الشيء الصح اني عايشه له، الشيء الصح انه أنتوني يرجع يعيش، وما في غير طريقة واحدة يرجع أنتوني يعيش، هو بإعطاء فرصة حياة للأطفال المصابين التانيين، بمساعدة الأطفال. فاللي بلشت صرت فكر أنا شو هي الموهبة اللي عندي. أنا موهبتي هي الكتابة. فبدأت بإقامة على مدة سنة، بسنة 2014 كانت سنة مخصصة ل جريت أورموند ستريت هوسبيتال، هي مستشفى سرطان الأطفال اللي استقبلت ابني. فعملنا جريت أورموند ستريت، شكلوا لي شغلة اسمها أنتوني برايتر فيوتشر فند. أنتوني برايتر فيوتشر فند هو صرت أنا أجمع الأموال من خلال الكالتشرال ايفنتس اللي هن الفعاليات الخيرية اللي عم بعملهم، الفعاليات الثقافية الخيرية، من خلال هيدول الفعاليات إنه نقدر نساعد هيدول الأطفال اللي عم بيعانوا من هيدا المرض نفسه. وما كانوا بس شعر، يعني أنا كنت مصرة إنه يكون cultural event، من حيث إنه ألقي شعر، ممكن يجي فنان أو عازف مثل كريم، ممكن يكون في أوكشن على لوحة، يكون في عرض للوحة، أي طريقة بكل الفن، اجمع الفن سوا كرمال لنقدر ننقذ تسخيره الأطفال عم بيعانوا من نفس المرض. العالم بتفكر إنه 1 باوند ما كتير بيعمل فرق، 1 باوند بيعمل فرق كبير. وأنا بدي أذكر هون ما بس جريت أورموند ستريت، جمعية مستشفى سرطان الأطفال الموجودة، مركز سرطان الأطفال الموجود ببيروت، اللي لما وصل أنتوني لعندهم ما قالوا إنه معه جنسية بريطانية خليه يروح على لندن هلأ يتحكم. تأكدوا من دون ما يعرفوا شو هو دينه، شو هي جنسانيته، مجرد انه انسان طفل مريض استقبلوه، عملوا المستحيل كرمال يساعدوا بانه يوصل على بلده اللي هو بريطانيا بامان وبخير، تستقبلوا مستشفى جريت أورموند ستريت. فهن كمان انا صرت حاول من خلال النشاطات اللي اعملها انه اكون عم ادعمهم، نكون عم خبر عنهم، عم خبر مين هن. انا الام اللي شفتهم عم يهتموا بابني، اللي عم يجربوا يعملوا لابني فرصة حياة جديدة. ربما هو أمل لأمهات أخريات مررنا أو يمرون الآن بهذه الحالة، يعني نتمنى للجميع الشفاء. وأحد المتابعين لبي بي سي إكسترا أيضا محمد من السودان يريد أن يوجه إليك سؤالا. مريم تفضل محمد لو سمحت بسرعة. أهلا مرحبا. أهلا تفضل. بحيي البرنامج البي بي سي إكسترا من لندن. وبالنسبة للأستاذة مريم مشتاوي، العمل الإنساني الذي تقوم به والشعر والغناء ومساعدة نعم، ما هو السؤال لو سمحت محمد؟ الوقت ضيق. هل ممكن بترجمتها اللي تكون ثقافة مثلا عالمية أو يستفيد منها الآخرون؟ نعم،
هو يسأل عن ترجمة، هل تترجمين أعمالك حتى يستفيد منها غير العرب أو قراء اللغة العربية؟ الديوان الجديد اللي راح يصدر إن الله راد بيناير راح يكون مترجم للغة الإنجليزية، يعني حتصدر ترجمته باللغة العربية واللغة الإنجليزية من منشورات لندن العربية. وأنا تعرفت على جيك كوردن اللي هو عنده ماجستير بالترجمة من خلال منشورات لندن العربية الموجودين بلندن. هن أصدقاء لإلي وبتجوا دار النشر، وكانت تجربتي معهم كتير ناجحة لأنه حطينا إيدينا بإيدين بعض وانطلقنا مع بعض يعني. وجيك موهوب جدا. الترجمة هي ولادة جديدة للقصيدة بلغة أخرى، فهي بدها تاخد الجمال تبع لغتك وتضيف السمات التانية الموجودة باللغة الأخرى، ذوق المتلقي الآخر. exactly. فكان أتقن جيك، يعني كان جميل جدا. ولقينا من خلال الأمسيات اللي عملناها الكتيرة واللي شارك فيها جيك إنه اللي موجودين الجمهور كتير حبه وحب الترجمة. فبالرغم من إنه هو يعني شاب، ولكن شاب موهوب جدا. نعم، يعني طبعا هي الترجمة ليست بالعمل السهل وتحتاج إلى الكثير من التدقيق طبعا. وكما ذكرتي قبلا يعني هي تحتاج إلى فهم ربما للمجتمع واللغة والتعابير ومتى تستخدم، ويعني حتى ربما المشاعر التي طبعا ترافق مثل هذه التعابير. على أي حال لقاؤنا متواصل معك مريم ومع عازف العود كريم سمارة، ولكننا أيضا سنتوقف لمرة أخرى مع موجز لأهم الأخبار. الموجز هو لدقيقتين فقط، لن يطول كثيرا. مستمعينا ابقوا معنا ولترافقونا ولتعرفوا إذا أو يعني بقية القصة يا سمر. بقية القصة أيضا، وأيضا إذا كنتم تعيشون من أجل أنفسكم أم للآخرين. BBC Extra. BBC Extra. What's on this week? BBC Extra. أهلا بكم من جديد مرة أخرى مستمعين في إكسترا في أسبوع مع سمر وبسمة. نستضيف اليوم كما تعرفون الشاعرة اللبنانية مريم مشتاوي وعازف العود الشاب كريم سمارة. مريم، عندما تضرب الشاعرة ماذا تفعلين أنت؟ هواياتك ماذا يعني؟ أنا أحب الموسيقى كثيرا، وصديقي هو الكتاب، أحب القراءة. فهوايتي هي القراءة، هي الهواية الأولى والأخيرة. أحب القراءة كثيرا، وأحب قراءة الروايات، وأحب الإبحار مع الشخصيات. لديك كاتب مفضل مثلا؟ كاتب مفضل لا، ولكن هناك كتاب مفضلين. مثلا أنا الرواية الأخيرة فرانكشتاين في بغداد حبيتها، بالرغم من أنه كان في استطرادات فيها كتير، فينا يتخلى عنهم، بس كانت الفكرة فكرة هدول الأعضاء اللي قتلوا، تجميعهم بهالشخصية اللي رجعت لتنتقم. الفكرة يعني الإيماجينيشن، الخيال الموجود خيال جميل جدا. فأنا بستمتع مع كل كتاب كل كتاب جديد بستمتع فيه، وبصير هيك بعيش معه حكاية جديدة، وبغيرني، يحدث تغيير معين في داخلي. نهاية يعني الحياة قد تكون هي ربما لحظة الصدق الوحيدة التي يعيشها المرء، والتي ربما يطرح فيها أهم سؤال على نفسه، يعني ماذا كان سيفعل لو أعطي حياة أخرى؟ الدقيقة اللي قال لي فيها الطبيب أنه أنتوني ما بقى عنده وقت ليعيش، كان عنده، قال لي ممكن أسبوع، ممكن أسبوعين، هالشي الله وحده بيعرفه، بس ما بقى في وقت كتير. رحت على غرفة لحالي وقعدت اسمع الأغنية اللي هي If Tomorrow Never Comes اللي نقيناها اليوم، اللي اخترناها اليوم للبرنامج. هذا اخترتها أيضا. سمعت عليها كتير كتير كتير، وفكرت أنه أنا ما بقى عندي شيء بإيدي. الكارت الحلم اللي كان لآخرتي أنه ابني رح يشفى منه واقعي، بس في عندي حل واحد، هو عيش معه كل لحظة على أنها هي آخر لحظة بالعمر.
إنه أرجع أستفيد من كل دي، أو بلشت فعلا اللي عملت له early Christmas. احتفلنا بعيد الميلاد أبكر، احتفلنا بعيد ميلاده أبكر. رحنا أنا وصديقتي لبسنا ميكي وميني وبرمنا على الولاد كله. عملت فالنتاين أبكر. صرت أخده على كل المحلات اللي كنا نروح عليها، اللي كان هو يحب يروح عليها. حتى للحظة صرت فكر كيف بعرف إنه الكل حيقول هلأ وين إيمانك، بس بلحظات الإنسان بيصير بس عم يفكر بهيدي الشغلة بأمومته. يعني أنا كأم صرت فكر أنا كيف بدي أخفف على ابني وطئة الرحيل، يعني كيف بدها تكون هيدي. واللي فكرت فيه قلت أنا رح أخده على مكان مرتفع. شوفي لأي درجة فكرت. ورحنا على الآي أوف لندن، طلعنا قلت له we're going to the sky. طفل ما بيحب حتى فكرة الموت، يعني حتى الطفل ما بيحبها. I don't wanna go to the sky مامي، ما بدي روح على ما بدي روح على السماء. مريم، سأنتشلك من هذا الجو وهذه العودة إلى هذه الذكريات، وسأسألك شيئا آخر. تفضلي. حدود إرضاء الناس ما هي بالنسبة لك؟ بعد رحيل أنطوني أنا لا أرضي أحد سوى نفسي. إلا إذا كان هيدا الشيء ممكن يتعارض مع حرية الآخر. كل شيء وأنا ما عم بتعرض مع حرية الآخر أنا بعمل الشيء اللي ممكن يريحني إلي. طيب، فتحتي الشهية لقصائد أخرى يا مريم. لكن قبل أن أسمعك حقا لنذكر أن مع مريم كريم سمارة، وكريم سمارة عازف عود شاب. ما أحلى هذه التقاسيم التي هي من تأليفه، وهو أيضا كما قال لي عضو في فرقة رصد التي تغني باللغتين الإنجليزية والعربية، ليس كذلك كريم؟ طيب، إليك يا مريم بعض وإلى كريم. نعم. قبل أن نبدأ هذه القصيدة، قراءة هذه القصيدة، لهذه القصيدة قصة صغيرة. بعد ما تركت أنتوني في المستشفى عدت إلى البيت، توجهت مباشرة للخزانة تبع أنتوني، أخذت حذاءه الصغير وغمرته للحظات طويلة جدا وكتبت هالقصيدة. تفضل كريم. الحذاء الصغير. ها أنا أعانق حذاءك الصغير، فأمشي به خلف ذكراك. ها أنا أعانق حذاءك الصغير، فأمشي به خلف ذكراك. يأخذني إلى موسم الدفء والحنين، أشعر بآلام المخاض من جديد، وأنتظر ولا تأتي الساعة. أنتظر يوما، شهرا، سنة، دهرا، وآلام الولادة تشتد والعمر يمر، وحذاؤك الصغير يعانقني. شكرا يا مريم. ماذا نقول يا سمر؟ نعم، لنقل أو أولا لنذكر المستمعين بوسائل الاتصال. فليقل المستمعين. نعم، يعني القصائد تنسينا أنفسنا. اتصلوا بنا الآن في BBC إكسترا على الرقم التالي: مفتاح بريطانيا 44 ثم الرقم 20 77 650 211، أو شاركونا بالرسائل النصية SMS على الرقم التالي: مفتاح بريطانيا 44 ثم الرقم 79 ألف 40 40 7. ويمكنكم أيضا أن تشاركونا عبر الوسائل الإلكترونية التالية: بالإيميل BBC Extra كلمة واحدة @bbc.co.uk، أو على فيسبوك BBC مسافة XTRA، أو على تويتر BBC XTRA كلمة واحدة. اتصلوا بنا الآن وشاركوا في BBC Extra. ربما أنك يا مريم مثل كل المقيمين في بلدان غربية من الجاليات العربية والمسلمة تكونين أكثر تأثرا بحادثة مثل تلك التي وقعت في أستراليا مؤخرا.
وربما لا أعلم، يبدو لي أن الشعور بذلك يبدو أكثر تأججا بالنسبة لهؤلاء الذين يقيمون في هذه البلدان أكثر من غيرهم. نعم، يعني قصة هي تتناول سيدة أسترالية اسمها ريتشل جايكوبس. كانت جالسة في القطار ولاحظت أن سيدة محجبة إلى جانبها عندما بدأت أخبار يعني العملية في المقهى، وهذا قامت فورا بنزع الحجاب عن رأسها. قامت هذه السيدة الأسترالية واقتربت منها وقالت لها يعني لا تقلقي، سأكون معك أو أنا معك. وظهر هاشتاج على تويتر تحت اسم I will ride with you، ويعني كان عمليا نوعا من الدعم لهؤلاء يعني أو لطمأنة المسلمين مسلمي أستراليا. نعم، حتى أن هذا الهاشتاج يعني انتشر بسرعة كبيرة في الساعات الأولى من ظهوره، تفاعلت معه الناس كثيرا، المستخدمون في أستراليا كثيرا. وطبعا كما قالت سمر يعني كانت الرغبة هي إظهار الدعم والطمأنة خاصة للجالية المسلمة، رسالة هكذا يقولون لهم أنتم في مأمن من أي رد فعل غاضب ضدكم. نعم. ما رأيك أنت يا مريم في حملات من هذا النوع، القدرة على التمييز بين المجرم والبريء في أوقات الأزمة، كيف تتحقق؟ نحن بفترة كتير صعبة، لأنه فترة حرب ببلداننا عم تعكس صورة للغرب، صورة خاطئة عنا، وكأنه الكل هن متطرفين، وكأنه الكل هن قتلة، وكأنه الكل ما عم يقدروا يميزوا، ما عم نوصل لمرحلة تمييز أنه الدين الإسلامي بريء من هؤلاء الأشخاص. الدين الإسلامي دين يدعو للمحبة، يعني ما له خص بكل هيدي الصورة اللي مرسومة بالشرق. هلأ لازم بس ما نكون بس عم نلقي اللوم على الآخر. نحن إذا بتطلع ببلادنا كيف بتتم تربيتنا، يعني أنا بتذكر لما كنت صغيرة بمدرسة الرهبات كنت حاسة حالي بسجن، لا أعرف الآخر، ما عم بنتقد بالعكس هيدا الدين أنا فخورة فيه وكل شيء، بس أنا اللي عم قوله إنه كنت بسجن ما بعرف مين الآخر. يعني لما رحت على الجامعة الأمريكية ببيروت كان أول مرة أنا بينكسر هيدا الحاجز، بتلاقى مع الآخر، بتلاقى مع المسلم، بتلاقى مع الدرزي، وبشوف إنه أنا عندهم ديانات أنا رح أستفيد منها. it will add to مريم، يعني هيدا الشيء حيزيد لشخصية مريم، لشخصية الإنساني. وهون المشكلة الكبيرة اللي نحن فيها بمجتمعاتنا، مجتمع منغلق على الذات. يعني حتى نحن هون اللي بأوروبا لازم نعلم، حتى يبلشوا يعني ياخدوا منا حتى الأجانب هيدا الشيء، نعلم إنه الآخر موجود من الصغر. الديانة ما لها علاقة بالإنسان، هي علاقة روحية مع الخالق. أنا حرة بلبس حجاب، بلبس شورت، هيدي شغلة شخصية تتعلق في أنا كإنساني. علاقتي بالخالق، صلاتي هي علاقة شخصية تعنيني أنا والخالق. في آية كتير بحبها، من منكم بلا خطيئة فليرجمها بحجر. مين اللي موكلون هول الأشخاص يقولوا لنا نحن كيف لازم نتصرف وشو لازم نلبس؟ كل إنسان هو مسؤول قدام ربه وقدام دينه. فهيدي الشغلة لازم يكون نحن عم نتعامل مع بعض بعيد عن صحيح. يعني كما ذكرتي هي علاقة شخصية جدا مسألة الدين، وهي أيضا ربما لها تأثيرها بشكل عام على العيش بين العقائد المختلفة في أي بلد كان. ومعظم الدول العربية يعني فيها هذا الكم من التنوع الديني. طبعا. نعم. يعني لازم نوصل لمرحلة. أنا بعدني بتذكر مشهد واحد بالجامعة الأمريكية، إنه كانت عندي صديقتين درزية ومسلمة، ومرة كنا ماشيين سوا بكل واحد بلباسه المختلف، وبتذكر الجارد تبع الجامعة يعني البواب كان عم يقولنا خليني أخذ لكم بس صورة، هاي لازم تكون نموذج. نحن عايشين ما عنا هيدا المشكلة ببيروت، صار في عنا هيدا الانفتاح، بتمنى يعني يبلش كمان ينتقل لمحلات تانية. وهون بلندن أنا يعني لازم نحن الأميات نكون مسؤولين أمام أولادنا، نكون عم نعلمهم في الآخر. أنت هيدا دينك تمشي عليه، بس هي الآخر موجود، مدينة الانفتاح صحيح جدا، واحترام الآخر. هي التربية مهمة جدا طبعا. كما ذكرتي. نعم.
شغلك ضعتك. أنا اسمي زيون، عندي بالمدينة محل بيع الفول، وستي من ضيعة سحلول. نعم، أغنية لفيروز. يعني هالسيارة مش عم تمشي ربما من أشهر الأغاني والتي لها أكثر من بعد. وما عرفنا ويني الورشة، والسيارة مش عم تمشي، بطن حبايب بشهادة بشي، يحكوا عن ورشة تصليح وما عرفنا ويني الورشة. امبارح شفناهم رايحين على قمر العشاق طالعين. امبارح شفناهم رايحين على قمر العشاق طالعين. نحن بمطرحنا واقفين والسيارة مش عم تمشي. السيارة مش عم تمشي، بدنا حنايب بشهادة بشي، بيحكوا عن ورشة تصليح وما عرفنا ويني الورشة. يغيب نهاري كل نهار والناطر ناطر على ناري. يغيب نهاري يعني يغيب ربما نهار ويأتي نهار، ولكن النهارات ربما أحيانا في بعض البلدان العربية متشابهة، وخاصة تلك التي تواجه التشدد الديني، والتي حتى الشعر يعني أصبح منبوذا ربما، ما عدا يعني طبعا ذلك الشعر الذي يتناول موضوعات الألوهية والدين. هذا طبعا نوع آخر من محاصرة الثقافة وتقليم أظافر حرية التعبير. ومع أن كثير دافعوا عنها حرية التعبير هذه، يعني ولا سيما في أمريكا بعد إلغاء شركة سوني. أذكرك بهذه القضية يا سمر، وربما أيضا مريم، عرض فيلم يتعلق بهذه الحادثة ويتحدث عن محاولة اغتيال الزعيم الكوري الشمالي. نعم، الفيلم هو The Interview أو المقابلة كما يترجم إلى العربية. طبعا هذا الفيلم اضطرت الشركة إلى وقف يعني عرضه بسبب تهديدات جاءتها، لكنها عادت وقالت أنها ستبحث عن وسائل أخرى بعد كم من الانتقادات. أيضا الرئيس الأمريكي باراك أوباما علق وقال أن هجوم الإنترنت سبب الكثير من الأضرار لسوني، لكنه أعرب هو أيضا عن اعتقاده بأن الشركة ارتكبت خطأ بإلغاء عرض الفيلم الكوميدي. ما رأيك يا مريم؟ يعني أين الحريات؟ يعني هنا نعود إلى مسألة الحريات. الحرية، حرية الإعلام، حرية نشر الأفلام. يعني نحن يجب أن لا نكون مقيدين، نصل إلى هذه المرحلة، مرحلة عدم التقييد، الخروج من هذا السجن. والحرية ضرورية لكتابة الشعر أيضا. حرية جدا ضرورية جدا. طبعا. وأنا في انتظار قراءة أخرى الآن يا مريم. ليلة الذكريات الشتوية، كم أرغب بالرحيل في ليلة الذكريات الشتوية. ها أنا أحاول استرجاع حواراتنا كلها، أستريح على الفواصل وأشهق على النقاط، أسترجعها وأنا أجمع أشياءنا الصغيرة. قميصك الأزرق الصيفي، ذاك الذي اشتريناه من سوق العصافير. أتذكر الشباك الصغير؟ سألتني يومها لما اخترت لي قميصا أزرق عليه رسمة شباك.
قد عرفت الشباك سيطل على قلب مواسمه الأربعة دافئة. الطيور تتدفق على أشكالها إليه وتعلمك التغريدة والتحليق، العودة إلى عشي الدافئ عند الغروب. وقميصك الأحمر اخترته أنت ستارا، ومن يومها وأنا أضع مصاحيق التجميل لألون الدموع. لكنك رحلت بقميصك الأبيض، رحلت وتركتني أبحث عنه يوميا في أركان بيتنا المشقق. شعر جميل فعلا يعني. أكثر من ذلك أنا أشعر أن هذا الشعر هو قشة نجاتك يا مريم. أنا على حق؟ لا تنظر إلي بهذين العينين. مريم، وسريعا لأن الوقت يداهمنا، نريد أن نعرف مشاريعك الجديدة ما هي؟ طيب، المشاريع الجديدة سيكون لي ديوان جديد سيصدر إن شاء الله في يناير تحت عنوان حين ينضج الحب، وسيكون أيضا مترجما إلى اللغة الإنجليزية. وفي يناير، ابتداء من يناير حيكون كل شهر رابع أسبوع يوم الجمعة، قصدي بكل أسبوع بكل شهر آخر الشهر نهار الجمعة حيكون في أمسية ثقافية خيرية لدعم الأطفال بسوريا والعراق اللاجئين الموجودين بالمخيمات تحت عنوان رسالة حب من لندن. بس إذا ممكن. شكرا. للأسف أن الوقت داهمنا جدا، ولم يبقى لنا إلا أن نشكركم مستمعينا على بقائكم معنا، ونشكر مريم الشاعرة اللبنانية مريم مشتاوي وعازف العود كريم سمارة.